انا دلوقتي لما اخد قطعه ارض 5 افدنه وواحده سكنيه هستطيع ان انا ازرع قطعه طيب الارض. احنا عفوا يعني، بس هو الهوا لان واضح ان ده موكب رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وبدايه الزياره يعني وتنقله في هذه المنطقه دي البدايه ليها. احنا مع حضراتكم على الهوا، اتفضل يا فندم. فحضرتك الارض مزروعه بنظام الري المحوري. عندنا الري المحوري اللي هو بنظام البيفوت اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الري المحوري بتبقى تحت البيفوت الواحد بيبقى حوالي 125 فدان. البيفوت ده يعني البيفوت اللي هو الري المحوري بيبقى ري متمركز كده بيلف حوالين الارض زي ما حضرتك شايفاها دواير كده. اه الري المحوري ده اهو بيجي حضرتك بيبقى جنبيه متخللات. هذه المتخللات بتديني شكل معين. الشكل المعين ده انا بستطيع ان انا ازرعه محاصيل اخرى. يعني انا هتلاقي زراعات قمح وزراعات شعير تحت البيفوت، انما جنبيها هتلاقي مزروع فلفل وهتلاقي مزروع بتنجان اللي احنا شفناها في الصوره من شويه ده. التنميه المستدامه انا بخلق ثقافات جديده. يعني ايه بخلق ثقافات جديده؟ دلوقتي هيجي ناس من محافظات مختلفه عشان تستوطن